من بعد الثورة في البنية التحتية اللي كيعيشها المغرب مؤخرا، خصوصا في بناء ملاعب كرة القدم عالمية، كلشي تصدم من السرعة اللي غدا بها الأشغال ديال كاع المشاريع اللي طلق من 2023 استعدادا لكأس العالم 2030 وكأس افريقيا 2025 اللي ما بقى ليه والو، خصوصا ملعب مولاي عبد الله وملعب طنجة اللي غنشوفوا الأشغال ديالهم فين وصلات. وطبعا هاد الكمية ديال المشاريع غادي تقاموا بزاف ديال الفلوس، والمغرب كيشوف هاد التظاهرات استثمار كبير غادي ترجع على البلاد بالنفع مستقبلا. باش نخرجوا مستافدين اكثر ما اننا خاسرين، خاص حكامه في تسيير هاد المشاريع وتمويلهم باش ما نطيحوش في الاخطاء اللي طاحوا فيها بلدان قبل منا بحال جنوب افريقيا. واي مشروع غادي تنجز على قبل كاس العالم او كاس افريقيا خاص يكون الهدف ديالو نستافدوا منه على المدى البعيد، ماشي غير في فتره التنظيم ويمشيو لنا الملايير ديال الفلوس على شهر. واكيد المغرب موجد استراتيجيه باش ما يخرجش خاسر في هاد التظاهره اللي كيحلم بها من 1994 وترجع علينا بالرباح. فاجي نشوفوا شحال غادي يخسر المغرب ديال الفلوس باش يصلح البنيه التحتيه ويوجد الملاعب وكاع المرافق الاخرين اللي كاينين في دفتر التحملات ديال الفيفا لتنظيم كاس العالم. وفي الجهه الاخرى غنشوفوا شنو غادي يستافد المغرب من تنظيم هاد التظاهره سواء بطرق مباشره او غير مباشره، وشنو غيربح في الوقيته ديال التنظيم ومن بعد مثال لكاس العالم، وشنو هما القطاعات اللي غيستافدوا من هاد التظاهره، واهم حاجه شنو غيستافد الشعب المغربي. وغنشوفوا فين وصلات الاشغال ديال ملعب مولاي عبد الله وملعب طنجه. هادشي كامل وكثر غنعرفوه في هاد الفيديو. غنطلب منك حاجه وحده، خلي لي سبسكرايب كدعم ليا، ما غتخسر والو، راها فابور باش نزيد نتموتيفا ونطور المحتوى اللي كنقدم. دير معاك جيم وكمل الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم، معكم عبد الاله. كاس العالم كيتعتبر اكبر تظاهره في العالم اللي كيتبعها وكيحضروا ليها الناس من جميع انحاء العالم صغير وكبير، سواء كان من المتتبعين ديال الكره او لا. في فتره التنظيم هذه التظاهره الحاجه الوحيده اللي كيهضروا عليها الناس هي كاس العالم، وخصوصا المغرب بحكم ان المغاربه معروفين بالحب ديالهم لكره القدم ومتبعين المنتخب المغربي منذ القدم. واي دوله كتحلم تنظم هذه التظاهره لانها عندها واحد لامباكت كبير طويل الامد على اي بلاد تنظم فيها في جميع المجالات، سواء في الرياضه والبنيه التحتيه والسياحه وجلب المشاريع وزيد. وفي نفس الوقت هذه التظاهره كتحط فيها الدوله اللي غتنظموا بزاف ديال الفلوس، والا ما كانش واحد الحكامه في تسيير وتهيئه المشاريع اللي غادي تحتاج فغادي يرجع عليها بالخساره اكثر من الربح. فالمغرب دوله عندها طموح كبير وكتشهد نمو اقتصادي سريع في عده مجالات، والبنيه التحتيه ديالها في تطور مستمر وكتميز بالتاريخ العريق والتنوع الثقافي، الطبيعه والتموقع الجغرافي، وبلد سياحي بامتياز. اكيد التظاهره في حجم كاس العالم غادي يكون عندها مردود كبير على البلاد، دونك نقدروا نعتبروا المغرب منتوج متكامل واجد كان كيتسنى هذه التظاهره باش يسوق راسه. فمن بعد بزاف الملفات تنظيم كاس العالم اللي ترفضات من 1994 وبزاف ديال الدول كانوا كيضحكوا علينا لان المغرب كان كيطمح باش ينظم هذه التظاهره، في تاريخ 14 مارس 2023 المغرب اعلن ترشيح مشترك مع اسبانيا والبرتغال لتنظيم كاس العالم. وفي 4 اكتوبر 2023 تعلن رسميا على تنظيم كاس العالم 2030 في كل من المغرب واسبانيا والبرتغال. وفي 27 اكتوبر رسميا المغرب غادي يعلن على تنظيم كاس افريقيا 2025 حتى هو. واللي كيميز هذه النسخه على النسخ اللي دفع عليهم من قبل هو ان هذه النسخه مشتركه مع اسبانيا والبرتغال، دونك المصاريف غادي يكونوا مقسومين على 3، ماشي بحال كون نظمناه بوحدنا غيكون واحد الضغط كبير. ثاني حاجه هو ان المغرب طلق بزاف ديال المشاريع لتهيئه البنيه التحتيه قبل من كاس العالم وما عندهم حتى علاقه به، منهم برج محمد السادس، المسرح الكبير، بروجي القطب المالي انفا بارك، وتمديد الطريق السريع للداخله، قطار السريع تي جي في اللي تطلق في 2018، مشروع ترميم المعالم الثقافيه، ميناء الناظور وميناء الداخله، محلات تجاريه بعده مدن، ومشاريع اخرين خاصين وبزاف ديال المشاريع اخرين صغار وكبار. واكيد غادي تكونوا لاحظتوا تغيير كبير في البنيه التحتيه مقارنه ب5 سنين قبل، وهذا الشيء كيتعتبر ربح كبير للمغرب. في العوض ما تهيئ البنيه التحتيه خصيصا لكاس العالم وتحسب على المصاريف ديالو، فالمغرب ديجا بدا في هذه الخدمه للمصلحه العامه. والحاجه الثالثه اللي غتغطي المصاريف الكبيره اللي غنصرفوا باش نوجدوا تيرانات والبنيه التحتيه لهذه التظاهره هي ان المغرب ما غاديش ينظم غير كاس العالم. من هنا 2030 المغرب ديجا نظم كاس العالم للانديه 2022 اللي استفدنا منه من تكمله مدرجات ملعب طنجه، وغادي ينظم كاس افريقيا 2025 الاستعدادات ديالو غادي تغطي جزء كبير من الاستعدادات ديال كاس العالم. فغير باش نوجدوا لكاس افريقيا تم اصلاح ملعب محمد الخامس وملعب فاس
واكادير، واعاده بناء ملعب مولاي عبد الله وثلاثه الملاعب اخرى في العاصمه، وتكمله وتغطيه ملعب طنجه. هادشي كله غير كاس افريقيا، وغنستافدوا منه لكاس العالم. وعاد كاينه امكانيه اننا ننظموا كاس العالم للانديه 2029 في النسخه ديالو الجديده. يعني المغرب غادي يضرب بزاف ديال العصافير بحجره واحده. بلغه اخرى غادي نوجدوا اكثر من تظاهره واحده بيجي واحد، ومن غير هاد التظاهرات كاملين فراه اعاده تهيئه البنيه التحتيه الخاصه بالرياضه كانوا غيطلقوا واخا كون ما نظمناش كاس العالم او كاس افريقيا. فمن بعد انجاز نصف نهائي مونديال قطر 2022 المغرب لفت الانظار بشكل كبير، ومنتخب بهذا الحجم فكان خاص ضروري اصلاح الملاعب المغربيه وبناء ملعب عالمي بحال اللي كنبنوا دابا ملعب مولاي عبد الله وملعب طنجه. اما بالنسبه لشحال غادي يخسر المغرب ديال الفلوس باش يصلح البنيه التحتيه ويوجد الملاعب وكاع المرافق الاخرين اللي كاينين في دفتر التحملات ديال الفيفا لتنظيم كاس العالم، فحسب دراسه دارتها بنك الشركه العامه اللي قدرت نوصل لها عن طريق مصطفى السوينغا مشكور، كتقول الدراسه بلي المغرب في مده 7 سنين بدايه من 2023 ل 2030 غادي يخسر 17 مليار ديال الدرهم على تجهيز الملاعب. وهذا الشيء كنشوفوه حاليا، والتمويل ديال هذه الملاعب جاي من اتفاقيه بين الحكومه وصندوق الايداع والتدبير سي دي جي. كتقول الاتفاقيه باللي سي دي جي غادي تمول اصلاح 6 ديال التيرانات في المغرب ب 9.5 مليار ديال الدرهم استعدادا لكاس العالم وحتى كاس افريقيا. من بعد كاس افريقيا هذه الملاعب غادي يدوزوا لمرحله التاهيل الثانيه بميزانيه 4.5 حتى ل 6 مليار ديال الدرهم باش يكونوا فيهم الشروط اللي كاينين في دفتر التحملات ديال الفيفا لتنظيم كاس العالم. وغادي تمول بناء ملعب بن سليمان ب 5 مليار ديال الدرهم بسعه 113 الف مقعد كاكبر ملعب في اوروبا وافريقيا طبعا. ونفس الدراسه كتقول باللي غادي يخسر المغرب 8 مليار درهم باش يوجد مرافق ومراكز التدريب، و17 مليار ديال الدرهم على البنيه التحتيه الغير الرياضيه اللي ديجا بادين فيها بحال الطرقان محطه القطار والمطارات. وغادي يخصص تقريبا 10 مليار ديال الدرهم للمصاريف التنظيم في الوقيته ديال البطوله. وهذا الشيء كيبقى على حسب الدراسه دارتها الشركه العامه وباقي حتى حاجه ما خرجت رسميه. يعني المغرب تقريبا غادي يخسر 52 مليار ديال الدرهم اللي هو رقم كبير وماشي سهل. الجميل في هذه المشاريع اللي كتخدم هو ان كاع الشركات اللي مكلفين مغربيين، دونك حتى العمال والمهندسين مغاربه. يعني هاد الفلوس اللي صرفت المغرب في هذه المشاريع غادي ترد جزء مهم منهم عن طريق الضرائب، وغادي تحرك الاقتصاد ديال البلاد وغيستافدوا الشركات وغيخدموا الشباب المغربي. الحاجه الثانيه المهمه استثناء الشركات الاجنبيه، ما غاديش نقيسوا احتياطي العمله الصعبه ديال البلاد اللي كنشرو بها الحاجيات اللي كنحتاجوه في العام، خصوصا في هذا الجفاف اللي كنعيشوه مؤخرا. فالمغرب غادي يستافد من جميع الجوانب من التظاهرات اللي غادي ينظم. اولهم غادي تعطى فرصه للشركات الصغار وبزاف ديال الطاقات الشابه غادي تخدم مع العدد ديال البروجيات اللي خدامين عليهم. غادي نسوقوا المغرب باحسن طريقه عن طريق كاس العالم. فكيف ما قلت قبل المغرب منتوج واجد، كان كيتسنى كاس العالم اللي غادي يفتح طريق لبزاف السياح يكتشفوا المغرب. بزاف الشركات غيعرفوا المميزات ديال المغرب وغادي يتجهوا ليه الشركات الصغيره والكبيره. زيد عليها غيولي من السهل المغرب يدير اتفاقيات وياخذ قروض لتمويل المشاريع مستقبلا وجلب مستثمرين، وبزاف ديال القطاعات اخرين غادي يتحركوا منهم النقل. وما نساوش انه غيكون ربح رياضي كبير خصوصا من وراء انجازات المنتخب المغربي مؤخرا. يعني كاس العالم استثمار مربح خاص غير الحكمه في التسيير ديالو. بالنسبه للاشغال ديال ملعب مولاي عبد الله حاليا عمليه التغليف والتسقيف مازال مستمره وغادا بواحد السرعه بحكم ان كاع الاشغال اللي باقا في التيران واقفه على هذه المرحله. بدات عمليه التغليف النهائيه او التغطيه الخارجيه وكيعمروا الفراغات كيف ما كيبان لكم، وهذا هو الشكل اللي كاين في التصميم. اما من الداخل ديال الملعب ركبوا كاع الاعمده اللي كيكونوا السقف وخدامين في الحلقه اللي الوسط، وكيف ما كتشوفوا هذا الفيديو مسجل غير البارح. بالنسبه لملعب طنجه كانوا خدامين على حلقه الاعمده اللي الوسط وكيجمعوا فيها في الداخل ديال التيران وكملات حاليا. اما الحلقه اللي على برا اللي راكبه فوق التيران وكتبان لكم هنا بالابيض ديجا كملات. فهنا غادي يدخلوا في عمليه ربط الحلقات بجوج بكابلات بهذه الطريقه اللي قدامكم. ديك الساعه غادي يغطوه بالقماش ويركبوا الاضواء ويكملوا الاشغال اللي حاليا معرق لهم غير عمليه التسقيف. بالنسبه للملاعب الاخرين غادي نخصص لهم فيديو بوحدهم. الا وصلتي حتى لهنا كنشكرك بزاف على الوقت ديالك، كنتمنى يكون عجبك الفيديو. دخل عندي الانستغرام الا عندك شي سؤال على الموضوع ولا كان عندك شي تساؤل كيفاش تبدا صناعه المحتوى فمرحبا بالاسئله ديالكم. دير معك جيم واشتراك كدعم ليا باش نزيد نطور من المحتوى اللي كنقدم. كان معك عبد الاله، نتلاقاو في الفيديو الجاي.